السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي الزملكاوية، انا عارف ان الفرحة ما كملتش، بس الحمد لله. هنعمل ايه يعني؟ الحمد لله، اللي ربنا عايزه هيكون. بس هو زعلنا كله ان في ناس كان المفروض ان هي تبني النادي وتقف مع النادي ومع الفرقة وتفرح الجماهير ديت وتبسطها، لكن مفيش. اتضح ان هم في الاخر هوا. المفروض يعني نادي الزمالك قدم تظلم في محكمة الكاس الرياضية. مش عارف التظلم ده هيتقبل ولا لا. اللي شايف ان هو هيتقبل من حضراتكم يتفضل يكتب في الكومنتات ان هو هيتقبل ولا لا، او قولوا رأيكم. اللي عنده رأي يقوله يعني. انا بصراحة انا من جوايا انا مش كويس اللي انا بشوفه كل يوم وبسمعه. بس تقريبا يعني ان التظلم ده بنسبة 99% مش هيزيد. علينا فلوس كتير، فلوس كتير. لو حد قال مثلا ممكن الاستئناف ده يتقبل، طب هيتقبل بناء ان مثلا هيميل للنادي عن اللاعبين. طب لو لاعب واحد او اثنين او ثلاثة ماشي يميل للنادي، لكن لما يشوف ان النادي ده عليه 17 واكتر من 17 قضية يبقى يميل ازاي للنادي؟ خصوصا ان اسم النادي هناك علامة مسجلة، بسم الله ما شاء الله. الجديد بقى والخبر الجديد ان ممكن الزمالك يتعرض لايقاف جديد غير الفترتين اللي اعلن عنهم. الفترتين القيد التأديبي، لا، في عقوبة تانية جديدة ان شاء الله اليومين دولت نازلة. يعني ايه؟ انا عايز الزملكاوية ما يعني ياخدوا الحاجة، يعني يستقبلوا الخبر يعني ايه بصدر رحب، يعني ما يزعلوش شكلها كده في قيد جديد هيتعمل تاني خلال اليومين دول. موضوع صعب قوي 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 داخل النادي، والجمهور خلاص ما عادش عنده طاقة، استنفذ كل اللي عنده. في حاجة جديدة برضو كنت أنا سمعتها من مواقع موثوق منها، يعني إن ممكن النادي يتخصم منه 6 نقاط إذا ما سددش المبالغ اللي عليه. 6 نقاط من الدوري اللي هيبدأ. الصلاة على النبي. انت فين يا حسين نبيه؟ انت فين يا هاني يا بيرزي؟ انتوا فين يا عم؟ انتوا مش عارفين كل اللي احنا عارفينه ده؟ انتوا عارفين ممدوح عباس ما كانش يعرف ان هو ممكن كان اكيد كان عارف، ما كانش يعرف ان في قيد والدنيا فترتين جداد وفتره هتحصل اهيت الدنيا الخربانه ديت. ممدوح عباس كان يعني لولا عدم سداد القيد ده كان متابع مع مصطفى محمد عبد القادر، مع مودي ناصر، مع علي حمدي لعيبه طلائع الجيش، مع الباك رايت طارق علاء او احمد هاني. مفيش اختلاف بين المجلس ده ومجلس مرتضى منصور. منكم لله دمرتونا دمرت كل زملكاوي، دمرتونا والله. كل يوم بنسمع اخبار يعني اصعب واسود من اللي قبلها. لحد امتى بقى هنفضل نسمع الاخبار ديت؟ لحد امتى؟ احنا يا كابتن حسين احنا هنلعب افريقيا ولا مش هنلعب افريقيا؟ مش عارف. منكم لله، مهما يحصل الزمالك في دمي. مهما يحصل الزمالك في دمي والله. الزملكاويه المخلصين الطيبين اللي قلبهم ابيض، خليكم مع النادي وراه وما تسمعوش اللي بيتقال لحد ما نعرف ايه اللي هيحصل. عاش النادي وعاش جماهيره العظيمه، ودايما نادي الزمالك في العالم. تحياتي لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله هنسمع اخبار حلوه. ارجو من حضراتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي اخبار جديده. سلام.